ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نعمل النهارده بقى كيكه تايجر القمر دي. هنعمل صينيه كبيره بثلاث بيضات بس. لو جربتيها بطريقتي هتنجح معاكي من اول مره. يلا بينا نبدا. بس قبل ما نبدا عندي ليكم مفاجاه في الفيديو هتعجبكم جدا. ضيف اول مره يسأل. يلا بينا نبدا مع بعض الوصفه. بس لو اول مره تشوفيني، انا مروه. اتمنى تدعميني بلايك واشتراك في قناتي، قناه مطبخ مروه، عشان يجيلك كل جديد. هنعمله مع بعض كيكة التايجر بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وهقولك على كل التكات فيها اللي تخليها معاكي من الزفرة، وإن شاء الله هتعجبك. واسمعوا رأي معاذ وشوفوا المفاجأة. ده رأي معاذ معانا. ايه رأيك يا موزة؟ جميلة أوي. بجد أوي. حلوة؟ اه. عجبتك؟ دي طلعت جميلة أوي. وده رأي معاذ فيها. ألف هنا يا موزة. يا ريت يكون عجبكم رأي معاذ في الكيكة. يلا بينا بقى نشوف الطريقة على طول. معايا كوباية ونص سكر، معايا كوباية زيت، ومعايا كوباية لبن دافي، وثلاث بيضات، ومعايا ظرفين فانيليا. بس هنا كان ظاهر ظرف واحد بس انا هحط في الوصفة ظرفين فانيليا، عشان الثلاث بيضات هيحتاجوا ظرفين. تمام. هنشتغلوا مع بعض النهاردة بالخلاط، مش هنشتغل بمضرب كهربائي ولا اي حاجة. هنشتغل مع بعض بالخلاط والمضرب اليدوي، مضرب السلك اليدوي. هنزل عندي في الخلاط بالبيض وبظرفين الفانيليا، هننزله مع بعض بالسكر كوباية ونص. والسكر طبعا حسب الرغبة، لو حابة تقللي عن كده قللي، لو حابة تزودي زودي. انا المقدار بتاع كوباية ونص دوت كان طالع معايا مظبوط. تمام. وبعد كده هنزل عندي بكوباية اللبن، وحاولي خلي اللبن دافي، وخلي كل المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة. وعندي كوباية زيت، يعني خلي كل المكونات تكون بدرجة حرارة الغرفة. لو عندك البيض في التلاجة او حاجة طلعيه من قبلها بساعتين او حاجة، عشان ده بيفرق في الوصفة. تمام. هضربهم كويس في الخلاط لحد ما يدوبوا معايا كده ويعملوا معايا الفوم ده كده في الخلاط. تمام. هنزل بقى عندي كده اهي بالخليط السائل، وبعد كده هبتدي اشتغل في المكونات الجافة. المكونات الجافة عندي 3 كوبايات دقيق، وعندي معلقة خل، وكيس بيكنج باودر، ومعلقتين من الكاكاو الخام المر الغير محلى. تمام. هنخل بقى المكونات الجافة عندي، وهنزل بالدقيق حبة حبة كده ونخله، علشان خاطر الكيكة تطلع معانا هشة وجميلة ومش مكتومة. هنخل الدقيق معايا كده واحدة واحدة. وبرده الدقيق لو موجود عندك ساعتها في التلاجة او حاجة، برضو طلعيه بره التلاجة ويكون بدرجة حرارة الغرفة. طبعا انا في الفترة دي مسخنة عندي الفرن على درجة حرارة 200 او 180، لازم نشغله من قبلها. وهنزل عندي هنا بالبيكنج باودر برضو مع المكونات اللي انا هنخلها، وهحط عليها ربع معلقة ملح، لازم طبعا ذرة الملح دي. وهنخلهم مع بعض كده عشان اي تكتلات فيهم تطلع. الدقيق هنا عندي ده كان 3 كوبايات دقيق، انا نزلت عندي بكوبايتين ونص، لحد قلت اما اشوف المقدار هيبقى ايه، عشان من دقيق للتاني بيختلف. فانا نزلت عندي كوبايتين ونص، بس في الاخر انا هحتاج التلاتة، يعني في الاخر الوصفة دي كده هتعوز معايا 3 كوبايات دقيق، هيطلع القوام مظبوط وجميل. بس انا قلت انزل بالكوبايتين ونص برضو، بحيث برضو ايه اشوف القوام هيطلع معايا ازاي. بس هو بالكوبايتين ونص طلع خفيف. وهكمل الكوبايه النص كوبايه الاخير، فهيعمل معايا مجموع ان انا عملت 3 كوبايات دقيق. تمام. طبعا احنا عايزين الكاكاو دوت علشان احنا هنقسم الخليط نصين، نص فانيليا ونص شوكولاته. فخلاص بصوا انا احتجت النص كوبايه الدقيق كده، بقى عندي مجموع الدقيق 3 كوبايات بالظبط. تمام. ويا ريت الكوبايه اللي نعاير بيها مثلا الزيت هي الكوبايه اللي نعاير بيها اللبن،
هي كوبايه، يعني نحاول نخلي المقدار اللي هنعاير بيه، الكوبايه اللي هنعاير بيها المقدار تبقى هي نفس حجم الكوبايه بتاع كل حاجه. عادي بقى اي كوبايه، يعني لو بداتي بكوبايه الميه الكبيره دي كملي المعيار كله كوبايه الميه، بداتي بالمج الشاي كملي المعيار كله بمجات الشاي، نفس المج، هتطلع معاكي النتيجه مظبوطه جدا. اما احنا اللي بتفشل معاها بتبوظ يعني ايه، بتعمل كوبايه غير كوبايه، ده اللي بيخلي الوصفه ما تطلعش معاكي مظبوطه. تمام. انا هنا بعد ما خلاص مكست المكونات كلها مع بعضها، نزلت عندي هنا بمعلقه الخل. وطبعا الخل هنا فوائده كتير، طبعا بيشيل الزفاره مع الفانيليا، وبيخلي الكيكه عندي لو انا عاملاها فانيليا بس بيخليها فاتحه، ما بيخليهاش غامقه خالص، وبيخلي بيعمل للكيكه هشاشه كده، بيخليهاش مكتومه خالص، وبيديها طراوه كده وهشاشه مع مساعده البيكنج باودر والبيض، فهو بيفرق جدا. فاي كيكه حطي فيها معلقه الخل دي بتفرق جامد. انا هنا هقسم الخليط عندي النصين كده، يعني يعني ايه بالنظر كده، بس انا بخلي النص بتاع الكاكاو اللي هو بحط عليه شوكولاته اكتر، عشان الولاد عندي هنا بيحبوا الجزء بتاع الشوكولاته يكون اكتر، فبقسم الخليط كده على نصين، بس بسيب الاكتر في الشوكولاته وبخلي الفانيليا اقل. طبعا دي حاجه ترجع لك برضو، وده كل واحد على حسب ما بيشوف ايه هو بيبقى حابب ايه يعني. تمام. هجيب عندي بقى هنا معلقتين الكاكاو اللي قلت ده كاكاو غير محلى، كاكاو خام مر، بنجيبه من عند العطار، وبرده هنخله عشان بصوا بيبقى فيه تكتلات برده، ما تبقاش متكتله معايا كده جوه الكيكه. بعد ما نخلته كده همكسهم كويس. بصوا الفقاقيع اللي طالعه معايا في الكيكه الفانيليا، وكل دوت طبعا في الخليط الفانيليا، كل دوت طبعا بالخلاط وبالمضرب اليدوي، يعني ما تيأسيش يعني. الخلاط برضو طلع الفوم والحاجات بتاعته كانت كويسه، فخلاها عاليه، هيخليها عاليه معايا. طيب انا هنا لما حطيت الكاكاو على الخليط دوت، طبعا الخليط تقل، لان الكاكاو يعتبر بمثابه الدقيق ان هو بيتقل معايا الخليط، فهو تقل. هنا هعمل ايه، هحط معلقه لبن واحده بس هتظبط القوام معايا وهخليه جميل، هيبقى زيه زي قوام الفانيليا بالظبط. فانا كده حطيت معلقه اللبن ومكست تاني، بصوا القوام بقى مظبوط وجميل ازاي، بقى زيه زي التاني. مفيش معلقه اللبن دي عندك ساعتها عادي حطي معلقه ميه، مش هتأثر يعني. تمام. انا هنا كان عندي شويه شوكليت شيبس حطيتهم، ما عندكيش مفيش مشكله، وانا يعني مش بحطه اساسي فيها، بس هما كانوا موجودين عندي والولاد قالوا لي ايه عايزينهم يعني، فانا حطيتهم عليهم، فمش موجودين عادي يعني، مش بيفرق في الطعم كتير، بس الحاجات دي بتفرق مع الولاد يعني. تمام. حطيتهم على الخليط اللي هو الكاكاو، وهقلبهم مع بعض. جبت بقى عندي هنا صينيه، اكبر صينيه خالص في الطقم، وهي مقاس 32، الصينيه اللي عندي دي اكبر صينيه في الطقم، مقاس 32. لو حابه تكبري عن كده عادي برضو، مش هتطلع يعني اقل شويه، لو عندك صينيه اكبر من كده هتبقى حلوه برضو، بس انا دي اكبر صينيه عندي في الطقم عملتها بيها، وبتطلع برضو سمك الكيكه بيبقى جميل. تمام. هنزل بقى عندي بمعلقه من خليط الفانيليا، ومعلقه من خليط الشوكولاته، معلقه ومعلقه، معلقه ومعلقه، لحد ما اخلص الكميه. انا دهنتها عندي هنا بالزيت، انا مش ببطن الصينيه خالص بدقيق، اللهم بارك اللهم بارك، انا بدهنها عندي بعملها بالزيت بس، فرشه السيليكون، بيطلع معايا اللهم بارك جميل، هتشوفوها حتى في الاخر بتطلع بكل سهوله، بس زودي الزيت شويه يعني في قاع الصينيه. تمام. هنزل بقى عندي زي ما قلت معلقه ومعلقه، معلقه ومعلقه، واحده واحده كده. الولاد بيحبوا المرحله دي جدا، بيستمتعوا يعني هما بيتفرجوا عليها. لو مشيتي على نفس الخطوات ديت بالكوبايه زي ما قلتلك وبالمعيار وبنفس الطريقه والخطوات بتاعتي، هتنجح معاكي من اول مره، حتى اللي لسه اول مره مبتدئ في الكيكه هتنفع معاه. زي ما قلنا هنجرب يعني نعمل كده واحده 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 واحده، كل ما نعملها يعني بطبقات فوق بعض اكتر، كل ما بتطلع معانا من جوه شكلها حلو. انا هنا كده خلاص خلصت الكميه كلها،
لما تيجي عندك الخليط يجي في جنب واحد كده، اعدليه لحد ما يجي في النص. بعد ما تخلصي اخبطي الصينيه كده حوالي خبطتين كده على الرخامه، وبعد كده يلا بقى نعمله الرسمه بقى. انا بستمتع باللحظه دي. عندي هنا خله سنان او عصايه شيش طاووق او سن سكينه، وباخد واحده كده رايحه وواحده راجعه، واحده رايحه واحده راجعه. ببدا بيها من النص، باخد من النص واروح واخد من النص وارجع. بصوا الرسمه هتبقى تحفه في الاخر. اخد من النص واروح، واللي وراه اخد من النص وارجع لحد ما يبقوا متوافقين مع بعض. بصوا الجمال، بصوا الرسمه وجمالها، تحفه فنيه. هنحطها في فرن زي ما قلنا. كنا مسخنين الفرن من قبلها ب10 دقايق من اول ما بدأنا، والفرن كان متسخن على 180 او 200 على حسب الفرن بتاعك بيبقى ازاي. وبتحطي الشبكة في رف اوسط او اول رف فوق خالص على حسب برضو علو فرنك، وبتسيبيها فيها. اخدت معايا بالظبط نص ساعة، نص ساعة وكانت مظبوطة معايا تمام. لو حسيتي ان هي بعد نص ساعة متفتحوش عليها الفرن نهائي، الا لو عايز تفتحيها وتشوفيها من بعد 25 دقيقة كده تفتحي وتشوفيها. انا لقيت النص عندي كان لسه مستواش بعد 25 دقيقة، قمت وطيت شوية الفرن وسبتها شوية جواه. بعد كده دخلت الخلة فيها واختبرتها ولقيتها تمام وبقت 100 100. بصوا، اهم حاجة تحطي الخلة في النص، لان اخر حاجة بتستوي في الكيكة هي النص. طالما النص طلعت عندك سليمة كده وما فيهاش اي عجين ان انت بتختبريها كده تمام. تمام، اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. بصي دي شوكليت شيبس اللي حطيناها في الاخر، بتنزل كده في اخر الصينية من تحت وبتدي طعم جميل جدا. جربوها تعجبكم بألف هنا.